السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. عاملين إيه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. عاملين إيه؟ وحشتوني والله بجد وحشتوني، ربنا يخليكم ليا يا رب. بصوا كده، أنا المفروض إن أنا رايحة عند والدتي، بس هي دوشة دوشة. وطي صوتك يا بابا. كده المفروض انا رايحه عند والدتي، تمام. فشايفين القوطه ديت، انا لقيت القوطه حلوه ورخيصه بصراحه، فروحت جايبه بتاع 6 كيلو، لان انا عندي شويه قوطه كانوا في التلاجة. جبت عليهم كمان ايه، بتاع 3 كيلو قوطه. وكان عندي بتاع 2 كيلو في التلاجة، يعني يقولوا بتاع 5 كيلو، يمكن 5 كيلو ونص، حاجه زي كده. تمام. كده انا ايه، قطعت بتاع كيلو بصل، قشرته وخرطته في الكبة وايه وهفرمه. كده انا حطيت الحلة على البوتاجاز عشان فيها ميه، يعني انا شطفاها كده، انا بجيب الحاجه من المطبخ بروح شطفاها الاول قبل ما احطها على البوتاجاز، فتنشف منها الميه، وحطيت فيها الزيت، يعني تنشف وبعدين احط فيها الزيت. فقلت على ما الزيت ما يسخن اكون ايه فرمت البصل. هعمل ايه بقى؟ انا هعمل حله محشي لامي، وهعمل اللهم صل على النبي بتاع دوت، هعمل حله محشي ليها، وهعمل حله محشي لام محمد جارتي اللي هي في نفس اللي انا كنت قاعده في العماره اللي كان فيها والدتي على فكره يا جماعه. فطبعا اللهم صل على النبي، ففي ناس اصحابي من العماره هناك اللي فيها امي، فعملت لها رخرة حله محشي خدتها لها معايا. هو حد بيعمل محشي كده ويروح يوديه مش عارفه ايه يا مرودي؟ بصراحه ايوه، لان هي جدعه جدا جدا معايا وكويسه بصراحه، يعني وكويسه، مقابلتها حلوه وكل حاجه، وهي بتحب نفسي في الاكل، فبتحب تاكل من ايدي المحشي قوي. فانا عملت حله لامي وعملت لها هي ايه، حله. طبعا انا امي مخلله لفت وبتاع دوت، ولفت وكرنب زي ما انا مخلله كده. فانا خليت لها بطرمان من ده وبطرمان من ده برضو خدته لها معايا. بس فالمهم ايه، اللهم صل على النبي، عشان هي ما بتفضاش يعني والكلام ده كله. عندها ادعوا لوالدتها بالشفا يعني، وعندها بنت يعني ربنا يشفيها لها، وعندها والدتها عندها جلطة وراقدة في الفراش والكلام ده، فهي صعب تعمل الحاجات دي، مش بتعرف تعمل الحاجات دي عشان من قلة فضاء، وغير عيالها معاها وكده. فقلت اخد لها معايا حله وحله لوالدتي. طبعا انا خدت الحاجه وعملتها ووديتها عند امي. وايه، عايزه اقول لكم انا ما صورتش معلش وكده، اللي هو كده، لان انا صورت معاكم المحشي كذا مره. فانا عملت يعني عملت معاكم كده التسبيكه على طول. حتى سلقت معاكم كرومبايه، ما سلقت انا، ما كنت جايبه كرومبتين، سلقت كرومبايه والتانيه لا، يعني ما وريتها لكمش، قلت كفايه واحده. ووضبت وحشيت، ما صورتش وانا يعني بقطع الكرنب، ولا انا بحشي الكرنب، عشان هو انتوا شفتوه معايا كذا مره، فاهمني؟ فعشان ما تزهقوش يعني. بس كده. فانا كده سبكت اهي الصلصه، وابتدي ايه، هروح معاكم الاتجاه التاني بقى للكرنبايه. تمام. كنت سلقت واحده ودي التانية، ماشي. حتى هتشوفوني وانا بسلقها دلوقتي اهي. تمام. فانا كده يا جماعه بقى ايه، اروح عند والدتي. بس هي اللهم صل على النبي، اخويا كان جايب لها كيلو لحمه، راحت طلعته وقالت لي اسلقيه، رحت سلقاه وسقيت بيه حله المحشي اللي انا كنت موديها لها. بسم الله ما شاء الله، يا حله المحشي ما كانتش كبيره بس بسم الله ما شاء الله كفت. كذا فرد كلوا منها بسم الله ما شاء الله، وفاض منها كمان. وخدت طبق كمان لحمد، لان ما كنتش عامله اكل في البيت، فاهمني؟ فايه دي كده اهوت، ادي طريقه سلق انا بصوا يا جماعه، الكرنبايه بيبقى البتاع دوت، الكرنبايه الورق اللي من بره بيبقى مكبر الكرنبايه شويه، فما بترضاش تخش تسقط في قلب الميه السخنه. تمام. فبروح شايله منها كام ورقه كده زي ما انتم ما شفتوا، بتاع 7 8 ورقات، واروح سلقاهم لوحدهم زي ما انتم شفتوا كده، وارجع اروح حاطه الكرنبايه. هتشوفوني دلوقتي وانا بحط الكرنبايه سليمه. بصوا كده. طبعا الكرومباية عشان صبحة بتقعد تتكسر زي الازاز كده، لان هي صبحة. فانا هعمل ايه، اول ما هي ما بتنزل في المية السخنة بتلاقوا الورق بتاعها طري، فانا كده بقعد عمالة اقلبها كده كده كده، عشان ايه، يعني عمالة الفها عشان تدبل في المية، تقوم تسقط كلها في المية السخنة. يعني اقوم لما اكفيها كده، انا اول حاجه لازم نحطها على العروش، لان العروش دي بتبقى محجره شويه ومتخلينيش اعرف اتحكم في الكرومبايه. انا بحب اسلق بصراحه الكرومبايه، امي اللي عودتني على كده.
بصوا احب اسلقها سليمه. بصوا بقى طريقه طلوعها. بص التليفون بينور براحته وبيطفي براحته ومظبط الدنيا مع نفسه. بصوا كده انا بحط الشوكه. بصوا بحط الشوكه في العرق بتاع الورقه، واروح شايلاها بيها. مش بحط في الورقه، لو حطيت الشوكه في الورقه تتمزع طبعا. ايه اللي على الطبق اللي على البتاع دوت اللي على البوتاجاز ده بواقي القرنبيط، عشان انا ما فطرتش لا انا ولا حبيبه ولا احمد، لا انا ولا عيشه ولا احمد. حبيبه كده راحت المدرسه بقى. الكلام ده امتى؟ كان يوم السبت قصدي. راحت المدرسه عشان عندها درس هناك، عشان هي بتاخد دروس في المدرسه. فهي كده راحت الدرس، فانا كده بقى هقلي القرنبيط دوت عشان نفطر منه. وعملت إيه اهو. بصوا كده انا رحت عند والدتي. ما صورتش ليه عند والدتي؟ لان قلت للاستاذه حبيبه هاتي معاكي الشاحن عشان التليفون بيفصل، عشان كنت عايزه اصور واحنا بناكل، وعايزه اصور عند امي واحنا ملمومين وبناكل، وعايزه اصور وانا بعمل الاكل والكلام ده كله، واللحمه وهي بتستوي والكلام ده كله. لكن التليفون كان والله العظيم كان 5%، كان خلاص. فخدت اللقطه دي بسرعه كده، ما قدرتش اصور حاجه تاني. هنا بقى ايه، انا جيت بالليل من عند امي. ده هنا كده بقى تاني يوم صبح علينا طبعا الساعة 8 الصبح. قامت عيشة تعيط بطني يا ماما، وقعدت ترجع كتير وتعبانة وعمالة تعيط وتقولي سولي سولي يا ماما على زورها يعني. ايه يا عيشة؟ لقيتها عمالة ترجع والترجيع مش عايز يقف، وعمالة تسهل وكل شوية تخش الحمام ادخلها الحمام. وبص تعبانه خالص، بقيت قلقانه عليها. قلت الحبيبه بلاش منها المدرسه النهارده، لان انا عايشه. طبعا انتوا عارفين يا جماعه الاطفال الصغيرين لما بيبقوا تعبانين بيبقوا ماسكين في امهم قوي. فادعوا العيشه بقى تخف، لان عيشه مناعتها ضعيفه ومن اقل حاجه بتتعب. بصوا بقى كده حبيبه واقفه بتقشر الخضار. انا قلت اعمل شوربه خضار. طلعت فرخه من اللي انا طبعا كنت مربياهم دول. طلعت فرخه من الفريزر، انا منضفاهم ومقطعاهم وعبيهم في اكياس متقطعين. فطبعا طلعت فرخه حبيبه وخليه سابتها تفك على ما نزلت ايه، جابت شوربه خضار وجت. بس يا دوشه عيشه بس. فالمهم ايه، طبعا وقفت تقشر فيها على ما ايه ما الميه بتاعت الفراخ ايه ما تغلي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كده اهوت. هتحط حبه كمون. انا قلت لها حطي كمون لان الكمون بيريح المعده وبيريح البطن. طبعا انا قايله لكم قلت لها كتري في الكمون شويه، بس مش لدرجه اني يمرر يعني. وحطت الملح، حبه ملح، وحطت مكعب مرق. قلت لها ما تكتريش الملح عشان ايه، انا عايزاها ما تبقاش مالحه عشان هي معدتها تعبانه وعماله ترجع عماله ترجع. فجيت بقى قلت لها إيه ما تكتريش في الملح ولا الكلام ده. بس كده حطيت الفرخه وابتدت ايه، رجعت تخرط كده شوربة الخضار تاني. رجعت تخرط كده شوربة الخضار تاني. طبعا قلت لها يا حبيبة بالله عليكي ما تمشيش، ما تسيبينيش وتمشي، لان بلاش المدرسة النهاردة. قالت لي انا اصلا معليش الا درس في المدرسة النهاردة واحد والكلام ده كله. طبعا انتوا عارفين المدارس معتمدة على الدروس يعني. هي كده غسلتها وبتلم بقى مكان تقشير الخضار، بترميه في السلة. تاخد بقى كده السكينة تغسلها وتحطها في الدرج عشان ما يبقاش المطبخ فيه حاجة مش نظيفة. هي كده بتبص على الفراخ، فبتكلمني كده في صوت عالي انا في الأوضة، بتقولي يا ماما كفاية كده ولا ايه احط شوربة الخضار؟ قلت لها يا حبيبة استني شوية. فهتروح راكنة شوربة الخضار دلوقتي اهي، وبعد شوية هترجع لها وتروح حاطة بقى ايه شوربة الخضار. هي غسلت السكينة وحطيتها عشان ما يبقاش فيه حاجة ايه مش نظيفة في المطبخ. اهو كده اهو. كده بقى ايه خلاص كده الفرخه سلقت نص سلقه. انا بحب الفراخ تستوي كويس لان عندي عيشه سنانها تعباها وما بتعرفش تندغ الفراخ والكلام ده. هتقلبها وهتغطيها بقى تسيبها تستوي. بس كده اهو. هتغطيها بقى تسيبها تكمل سيبها. طبعا هتجيلها بعد شويه استوت. انتوا عارفين شوربه الخضار ما بتاخدش وقت فعلا. فاستوت. فكده هتغرف العيشه. حاطه ليمون اهوت عشان انا حطيت لها ليمون، عشان لو لقيتها مش راضيه تاكل هضطر احط لها لا ليمون عشان هي عندها قرفه من معدتها. بس كده هتغرف لها كبشتين شوربة خضار. حط لها شوربة.
بس تحط لها بقى ربع فرخة في قلب الطبق التاني عشان يبرد، عشان الاتنين على بعض مش هيبردوا بسهولة. بس كده. هتجيبها بقى وتدخلها اوضه النوم. دول العيشة بقى ربنا يشفيها عشان هي مناعتها ضعيفة، وهي اللي تعباني معاها قوي كده. انا رحت كشفت لها ورحت جبت لها علاج. آه كشفت لها بالليل. يعني انا مش كشفت لها عشان اكون صريحه، انا معايا رقم الدكتوره، معايا روجيتا. انا ما بكشفش العيشه، بتروق عندها يعني، بتروق على ايديها يعني، بتخف على ايديها يعني، ما شاء الله يعني، بتيجي مع الدواء اللي بتكتبه لها. فاتصلت عليها وقلت لها عيشه يا دكتوره الامر كذا كذا. هي عارفه يعني ان انا ظروفي وحشه والكلام دوت، فبتقول لي وقت اي حاجه تحبي تساليني فيها رن عليا قوليلي. راحت بعتلي اسامي الادويه دي وقالت لي هاتيها لها بصراحه يعني. بس كده. فهي كده حبيبة بتطلع ايه دواء الترجيع، ادولها قبل الاكل عشان ما ترجعش الاكل اللي هتاكله. اه كده اهو بتفتح السرنجة. بس هي عيشة جاية تعبانة من بالليل. بس انا قلت ايه، عملت لها حاجة سخنة وقلت ايه يمكن خلاص يعني، مش قوي، ما كانش باين عليها قوي زي ما قامت الصبح يعني. كانت يعني عماله تزن كده وشيليني يا ماما. حطيت خدي على قروتها، بقول لها حبيبه طب جسيها، قالت لي لا يا ماما مش سخنه مش سخنه. قلت لها لا دافيه، قالت لي لا مش دافيه. فنمنا بقى، فقلت لها طب ارن على الدكتوره. رحت رن عليها وكلمتها، بعت لها على الواتس. راحت قالت لي طيب بصي لو هي لو في جديد ابقي ابعتي لي على الواتس وانا هبعت لك ايه الادويه. قلت لها طيب خلاص ماشي، بس هي انا حاسه ان هي بتسهل. قالت لي خلاص ماشي لو بتسهل. راحت كاتبه لي على، راحت بعت لي اسم دواء. رحت بعدها جبته لها. تاني يوم الصبح لقيتها بقى ايه بترجع، وعماله تعيط بتقول لي زولي، وبتقول لي بطني يا ماما، وبتسهل بقى، والاسهال زاد بقى عندها من تاني يوم الصبح. رحت بعت لها تاني على الواتس، راحت بعت لي بقيه الادويه دي اسامي ليها، ورحت بعت حبيبه الصبح جابتها وجابت شوربه الخضار وجت. بصوا كده، انا بقول لحبيبه ده بتاع ايه، في حاجه تاني قبل يعني بعد الاكل؟ قالت لي لا يا ماما على الغدا. يعني في دواء على الغدا المضاد الحيوي بعد الفطار، وفي اللي هو بتاع الترجيع قبل الاكل، وده انا اديته لها، والمطهر المعوي. بس كده. فانا كده ايه بحاول معاه، بقول لها كلي يعني هحاول معاها انها هي تاكل. بتصعب عليا والله يعني، مناعتها ضعيفة ودول بقى حبيبتك يا مهند بقى اللي بتقعد تقولك ازيك يا هند تعبانة، ادعي لها بقى انها تخف. بص كده هحاول معاها تاكل، بحط لها ليمون عشان تاكل. هي عارفة ان انا يعني بتحب الليمون في الاكل. اهي فتحت بقى، بص هتقعد بقى في بقها يجي ربع ساعة في بقها مش هتبلعها. ايه. اه ابدا باكل فيها حبيبه بقى ايه، زودت المضاد الحيوي كده بالميه بتاعته، اللي هي الميه اللي بتبقى في قلب كيس كده مع العلاج من جوه، في الدواء من جوه، فهي زودته وعماله ترج فيه. في كلكعه بقى لازقه في قعر الازازه من تحت، حبيبه عماله تعمل فيها مش عايزه تفك وتنزل مع الدواء، مش عايزه تختلط بالدواء. في حبه بودره بتوع العلاج لازقين في قاع الازازه، فعماله ترج فيها عشان تختلط ببعضها. مش عارفه تخليها تنزل وتفك. بصوا كده. انا بقى اروح قايله لها اخبطيها، طيب خبطي عليها بالمشط كده عشان تفك. هتقعد تخبط، مش انا اللي هعملها، مش عايزه تفك. فبقول لها رجيها طب جامد، خبطيها جامد. هي الازازه بلاستيك مش ازاز، فما تخبطها جامد مش هيحصل فيها حاجه. بس فبقول لها هاتيها وانا هعملها انا. اهو كده، وهتتعمل بقى، انا هعملها تروح فكه الدواء يروح نازل في الميه المحلول بتاعها، وهيروح مخلط بيها. بص مش راضية تاكل، عمالة تقول لي هاتي مية يعني شوربة فراخ الشوربة، لكن شوربة الخضار مش عايزة تاكل الخضار، عايزة تشرب شوربة بس.
وهتشرب لها والله العظيم معلقتين 3 وهتبتدي عيشة بقى ايه، لا تقولي عايزة تجيب الاكل اللي كلته تاني. فاروح قايله لها بس كفايه كده، حتى على الاقل ابقى اديكي المضاد الحيوي، ما يبقاش ايه بطنك فاضيه ما فيش اكل. لا ابقى اديتك حتى ايه، كلتي حتى معلقتين شوربه خضار وخدتي عليها المضاد الحيوي. احسن يا جماعه ما هي ما تاكلش خالص. حبيبه بتقولي انا هخش انشر الغسيل يا امي، قلت لها خش. بس يا دوش، بص كده بس اسكتي يا عيشه. كده عيشه دخلت تنشر الغسيل، قلت لها خش انشريه بقى عشان ايه ما يكترش. والمشابك عندنا ما يا جماعه الاستاذه عيشه رميت لنا نصها في الشارع، كل ما تخش تروح رميها. بص كده عيشه الحمد لله والشكر لله، لقيتها نزلت من على حجري بعد ما خدت الدواء بتاع الترجيع وخدت الادويه بتاعتها المضاد الحيوي. لقيتها الحمد لله فكت كده وكلت. بعد ما كلت لها معلقتين شوربه خضار حسيت ان هي قلبها اتسند شويه. الحمد لله وقامت. الحمد لله. بس كده هوت انا يعني عايزه اقول لكم على يعني من وقتها لغايه اخر النهار الحمد لله والشكر لله حسيتها رقت شويه. الحمد لله. بس انا مش عارفه كذا مره كل ما اروح عند امي واجي الاقيها تعبت. انا ما بخرجش خالص الا ان كنت اروح عند امي والله. بس انا مستغربه هي ليه كل ما اجي نازله اروح مكان واجي يعني اروح هناك عند امي واجي هي بتقعد تلعب مع عيال الجيران هناك، فاهمني، وبتخش عند الجيران هناك وبتلعب معاهم وكده، عيال من دورها واكبر منها بسنه واكبر منها بسنتين. فببص الاقي على حبيبه عيشه تروح تلعب هناك وتيجي كذا مره تعيا بالطريقه دي وتتعب. والعيا اللي قبل ده كان نفس التعب ده، اسهال وترجيع. وكانت يعني كانت دافيه، كان اسهال وترجيع وزورها كان تعبها. التلاتة دول كانوا تعبينها. وربنا يستر. واشوفكم على خير يا جماعه، وباي باي.